ومسلم، اعتبرت هذا واجب شرعي أن أجي أمدح الحقيقة، أمدح محمد، ما اعتبريها عليه مدح، فهذا المدح الحقيقي. فكتبت قصيدة. نعم. كتبت قصيدة، قلت بسم الله إله الكون، ربنا الخالق الأحد، وصلى الله على أشرف أنبياء الله نبينا المصطفى أحمد، وصلى الله على آل الرسول وصحب الرسول الخاتم أنبياء الله محمد يا رحمة لكل إنسان عاش بدنيته محدد، محمد يا أعذب نبي يا أشرف نبي ما مات وتخلد، محمد يا نور وجه الله ما بين الخلائق دار وتوحد، محمد يا أبا الزهراء يا شفيع الناس يوم الحامية توقد، محمد أيها المبعوث فينا كلنا بدعواك نشهد قبل ما ينخلق آدم ربنا من نور خلق وجهك محمد، نشهد إنك المرسل حبيب الله محمد كل أنبياء الله عندنا نجوم وانت الكوكب الفرقد، محمد انت العقل كله والعلم والراي، لا والله وبعد أبعد، محمد انت مو آخر نبي والله انت أول نبي بآخر نبي تجسد، محمد انت مو آخر نبي والله انت أول نبي بآخر نبي تجسد، محمد لولا محمد ما عرفنا الله ونصلي الفروض الخمسة نتعبد، ولا صمنا شهر رمضان، ولا حجينا بيت الله، لا خمسنا لا زكينا لا أزود، محمد يا عدل الإله الساوى كل الناس بين الأبيض وأسود، محمد صلى الله عليك يحرسك الرحمن يا أجمل نبي بأخلاقه يتفرد، محمد حبيبي وسيدي ومولاي ونفسي ينزل ويصعد، محمد إذا مو إلك أكتب قصيدة وأمدحك وانخاك بعد المن أروح برايته أنشد، محمد إذا مو إلك أكتب قصيدة وأمدحك وانخاك بعد المن أروح برايته أنشد، محمد يا أبا الزهراء يا جد الحسين السال دمه ودربك تعبد، محمد انت مو بالمدينة تنام لا والله انت بكل قلب موجود لك مرقد، محمد انت مو بالمدينة تنام لا والله انت بكل قلب موجود لك مرقد، محمد يا احلى اسم مر باللسان ونطق به الكون كله وقالها وردد، محمد يا ليلة قدر بيه المولى أسرى بليل ووصل يم الإله وسبح محمد إذا كان الكرم والجود عند الناس كل الناس أنت الأكرم الأجود، محمد يا قوس سهم الله على الكأف الرمى وسدد، محمد آمنت باسمك عرب وأعجام كلها برحمتك تسعد، محمد يا عطر الإله انطش على الأكوان ومن عند الورد ورد، محمد يا نور وجه الله من نور الظلام انزال وتبدد، محمد والبيتك طاهرة وأطهار حبهم للوقع مسند، محمد والصحابة الصاحبوك سنين سلام الله عليهم دوم يتجدد، محمد يا نبي ومعصوم يا نبي ومعصوم ومن عند المكارم تجي وتتولد، محمد ما تمس النار لا والله كل من صلى وتنخب، محمد عباس شيشان شاركت مؤخرا في معرض أبو ظبي الدولي. نعم. كيف وجدت الجمهور؟ والله أنا جيت حقيقة بدعوة كريمة من مؤسسة الثقافة والتراث في أبو ظبي، وكانت الدعوة برئاسة الشيخ السلطان بن طحنون
مديرها العام محمد خلف المزروعي. هذا الرجل الرائع الحقيقة دعاني من هولندا وعملوا لي أمسية على هامش معرض الكتاب، فكان الجمهور كبير جدا يعني. معرض الكتاب قيل لي انه وصل لحد 350 ألف زائر الى المعرض. وحقيقة كانت عندي أمسية ومصورتهم كانت كلش جميلة وحضروا جمهور غفير يعني، وكتبت عنها الصحافة هنا في الإمارات. هل الحضور كان مفاجئ بالنسبة لك أو أن اللهجة كانت قريبة منك؟ لا بالعكس، الناس تذوقوا الشعر اللي قلته وكانوا مستمتعين بها، وكانت أمسية بدليل أنهم كتبوا عنها بالصحافة، كتبوا عنها بالبيان وبالاتحاد وبالخليج يعني، وأشادوا بها وحضرتك إذا كنت قارئة عنها تشوفين اللي كتبوا النقاد او الصحفيين، ما اعرف والله. نعم، هل ما زال الشاعر له دور في الحياه؟ يعني هل ما زال الشاعر موجود في قلب التحولات الكبرى؟ لازم يكون. والشاعر ام تلاشى دوره؟ لا ما يتلاشى يعني بالسابق كان الشاعر هو صوت القبيله، هو بمثابه وزير الاعلام يعني. لا، قناه فضائيه متجوله كان الشاعر. نعم، هل ما زال له نفس الدور؟ لا زال، ولكن يعني بس هو يعني اختلط الحائط هالكم الكبير من الشعراء. نعم. ضيع الشعراء المبدعين والمتميزين وكذا يعني. لمن تحب ان تقرا اليوم؟ من الشعراء او الشاعرات؟ انا حقيقه من بديت يعني كنت قرات الادب العربي كله، وبعدين قرأت الادب المترجم العالمي. ما استهواك المترجم؟ ما في ايقاعنا. احنا من نقرا قصائد، مثلا تقرا قصيده نزار تلقي بها موسيقى، تلقي بها ايقاع. البياتي كذلك، السياب، احمد عبد المعطي حجازي، يعني محمود درويش شاعر. هذا هو يسحرك هذا بشعره. أدونيس شاعر ذهني يعني، هذا الرجل يعني شنو ذهني؟ يعني يعجبك يعني؟ مو مسألة يعجبني الرجل يعني. مثلا أنا أريد موسيقى في الشعر، أريد إيقاع بالشعر. قابلته بحياتك؟ لا، ما اسمه قابلته. ما قابلت. بس قابلت. من قابلت؟ سميح القاسم، قابلت عبد الرزاق عبد الواحد، قابلت عبد الوهاب البياتي الله يرحمه، كان صديقي جدا. وشعراء عديدين يعني، من محمد أبو دومة مصري، وقابلت منصف المزغني صديقي. نعم. والمرحوم ممدوح عدوان. نعم.